السلام عليكم مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم. اليوم جبت لكم مفاجأة زوينة بزاف وغادي تعجبكم. الصابون الصلب بحلة جديدة. كيف كتلاحظوا هادو الجوانب ديال الصابون الصلب لما كنقطعوه كيبقاو هاد الجوانب. من بعد قطعناهم على هاد الشكل هذا. كاين عدة الوان، كاين اللي فيه صابون صلب ديال الاطفال، كاين ديال البشره الحساسه، كاين ديال البشره العاديه، البشره الدهنيه، كذلك ديال الفحم النشط. المهم عده الوان مختلطه كيف كتشوفوا. صابون صلب ديالنا راه قدام. هاد الطريفات اللي كتشوفوا انهم راه دوزوا واحد المده، يعني بما جمعناهم اختارينا باش غادي نديرو بهم واحد الصابون صلب اخر بحله جديده. كيف غادي تشاهدوا معنا وتابعونا. وما تنساوش لايك ابوني وكذلك كومنتير زوين. الله يجازيكم بخير. اول حاجه غادي ناخذ الوزن ديال الماء. هاد الطريقه هذه راكم والفتوها معايا في لي فيديو السابقين. غادي نحتاجوا الماء، غنحتاجوا كذلك الصودا كاويه. الماء غادي نحتاجوا 761 غرام. صودا كاويه غادي نحتاجوا حتى هي كذلك 271 غرام. من بعد غادي نخلطوا هاد الصودا كاويه والماء. غادي نخليو هاد المحلول على جانب حتى كيبرد. من بعد كندوزو لزيت الزيتون حتى هي كناخذوا الوزن ديالها. انا اختاريت باش ندير 3 كيلو ديال الصابون الصلب. زيت الزيتون خدينا الوزن ديال 2000 غرام، دائما كنعبروا بالغرام. من بعد حتى هي كذلك ديناها باش نسخنوها على درجة حرارة ديال 40 درجة. من بعد بما هبطت لنا الحرارة ديال المحلول ديال الصودا كاوية والماء حتى هي 40 درجة. كيف كتلاحظوا دمجناهم مع بعضياتهم، نخلطوهم نحركوهم مزيان. من بعد نجيبوا المكسور. كيف كتلاحظوا جبنا الميكسور وغادي نخلطوا هاد الخليط، هاد التركيبه اللي عندنا ديال الصابون الصلب. غادي نستمروا على التحريك حتى نوصلوا لمرحله الاثار. كنجرب لكم الصور باش ما نطولش عليكم لا فيديو. من بعد هذه الطريقه هانتوما كتشوفوا جبنا هذوك الجوانب. قسمنا بعد التركيبه يعني القياس اللي غادي نديرو في المول. خدينا هذا الجزء هذا، عاد خلطنا معاه هاد الطريفات ديال الصابون الصلب. والان حنا جبنا المول فين غادي نديرو. ومن بعد ملي كنخلطو كنخويه في القالب ديالنا. تبارك الله كيجي رائع، وكيجيو عده الوان مختلفه. وحتى ملي كيتصلب الصابون الصلب غادي تشوفوه كيفاش غادي يجي رائع بزاف. ما كنخلطوش الكميه كامله، كنخلطو كل جزء بوحديتو. وكل جهه ديال المول كتهز كيلو ديال الصابون الصلب. يعني هذا المول هذا كيهز 3 كيلو. غير هي التركيبه ما قداتنيش. المول الثالث جاني النص فيه، كان عليا نزيد شويه في التركيبه باش يعمر لي المول حتى الفوق ويكونوا عندي يعني يكون عندي المول عامر. ولكن ماشي مشكل، مره اخرى ان شاء الله. لاننا ملي قطعنا الصابون هاد المول هذا جا صابون شويه قصير. وحنا ضروري خاصنا نديروه يكون السمك ديالو الارتفاع يكون عالي. تبارك الله كيجي هاد الصابون هذا زوين، كيجي رائع بزاف. لا بالنسبه للون، لا بالنسبه للشكل ديالو. الشكل ديالو حتى هو كيجي غزال. وكذلك حتى نتوما ردوا عليا في كومونتير واش هاد الطريقه عجباتكم ولا لا، وكذلك حتى الالوان واش عجبوكم ولا لا. وحتى الا كان بغيتو شي لون ولا شي نوع ديال الصابون الصلب بغيتو يدار في القناه ونوريه لكم، علاش لا؟ اقترحوا عليا ونوريكم علاش لا.
لان كاينين افكار ولكن ما كنتفكرهمش على شحال عاده كنتفكرهم، كنقول كون غير قلت هاد الحاجه، كون غير قلت لهم هاد الفكره هادي. كنتمنى ان شاء الله يكون تفاعل في القناه، ويكون تفاعل مع هاد لا فيديو هذا. لان حيت كاين شي مرات صراحه كنتعذبوا على الفيديو باش نصايبوه التصوير، يعني كتلاحظوا كيفاش كنصوروا، كيفاش يعني راه التصوير ماشي ساهل، راه صعيب وما كيكونش تفاعل. المهم كنتمنى ان شاء الله يكون تفاعل، ويكون لي لايك، كذلك يكونوا لي كومونتير، كذلك اللي ما مابونيش في القناه تابونا. المهم كنتمنى هاد الصابون الصلب هذا تكون فكره وصلاتكم، تكون عجباتكم ان شاء الله، وباش ما كان قولوا لي في كومونتير. وكل مره كنوريكم النوع ديال القوالب اللي كنصايبوا به الصابون الصلب، لان حيت كاين اللي ما غاديش يلقى المول ديال السيليكون، فيقدر انه يصايب بحال هذا المول هذا عند نجار، يعني كيكون يعني في المتناول، وتقدروا تغلفوه من الداخل بالبلاستيك. علاش لا؟ لان ماشي من الضروري حتى يكون عندنا ديال السيليكون عاد نخدموا صابون صلب. وبعد مرور 3 ايام على هذا الصابون هذا، لان حيت التركيبه كانت فيها زيت الزيتون فقط، يعني ما فيهاش زيوت اخرى اللي غادي تساعد على يعني التصلب ديال صابون صلب. كيف كتلاحظوا بعد 3 ايام احنا حيدناه من المول. كيف كتلاحظوا جا واحد الشكل اللي هو زوين، كذلك حتى اللون جا رائع، وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يكون. الان كيف كتلاحظوا كنحيدوه من البلاستيك اللي حنا كنا دايرين، وغادي تشوفوا معايا طريقه تقطاع ديال الصابون الصلب كيفاش غادي تقطع، غادي يجي زوين رائع. ولا عجبكم قولوا لي في كومنتير. وهذه هي النتيجة ديال الصابون الصلب زيت الزيتون، او نسميه كذلك ما عرفش صراحة شنو غادي نسميه. المهم التركيبة ديال زيت الزيتون راني شاركتها معكم، ولكن المزايا ديال هذا الصابون هذا فراه كثيرة كثيرة، يعني شي حاجه اللي هي كبيره بزاف، لانه حيت فيه عده انواع ديال الصوابين، يعني سواء كانت العاديه الحساسه، كذلك ديال الاطفال، كذلك ديال البشره الدهنيه، يعني تبارك الله فيه الانواع ديال صوابين، وكلها تجمعات في صابونه وحده. كنتمنى الفكره تكون عجباتكم، وكذلك كنتمنى من الحادقات انهم يجربوا هذا النوع ديال الصابون الصلب، راه غادي يعجبكم. وعطوني الاراء ديالكم، تابوناو في القناه، كذلك ديروا لايك، ما تنساوش كذلك كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو، كاينين الناس محتاجين هذه القناه هذه، بارطاجيو فضلا وليس امرا. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. كيف كتلاحظوا هاد الصابون اللي قلت لكم في المول الثالث هذاك اللي ما عمرش بزاف، كيف كتلاحظوا انه جا قصير ما جاش عالي، ولكن بالنسبه للعرض ديالو درناه يكون عريض شويه. خواتاتي نهايه ديال الحلقه، كنتمنى تنال اعجابكم، والى حلقه مقبله ان شاء الله.